كل نهار كتفيقي مع الصباح وانتي مثقله بالافكار اللي كدور في راسك. خاص الدار تكون كتشعل، الدراري خاصهم يكونوا نقيين ومؤدبين وقاريين ودايرين الواجبات ديالهم. انا خاصني نكون ديما ضاحكه وواجده. الماكله خاصها تكون على طراز، وكتدخلي الانستغرام كتشوفي دوك الامهات ودوك الكابل ديال الانستغرام اللي كلشي عندهم مقاد سبحان الله. هادشي كيخلينا نحسو بالنقص، وانتي اللي كتسمعيني كتحسي براسك انك مقصره في حق راسك، في حق ولادك، في حق دارك، في حق راجلك. واش عييتي من الجرا ورا هاد المثاليه اللي خلاتك متبوعه بالستريس العصبيه وكتنساي راسك؟ الا كان الجواب ديالك هو هاد الحلقه اليوم ديالك غادي نهضروا كيفاش نكونوا امهات سعيدات، ماشي امهات مثاليات. كلنا كأمهات ولينا عايشين في واحد الفخ اللي سميتو المثالية، ولينا كنحلموا نكونوا مسيطرات على كل شيء، ولادنا يكونوا ديما ضاحكين، سلوكاتهم مثالية. ولكن الحقيقة هي أنها تجري ورا المثالية، ورا الكمال، هو اللي كيخرج علينا، هو اللي كيخلينا ديما مقلقين، ديما مستخسين، ديما كنحسوا براسنا فاشلات. شوفوا معايا، حنا دابا محاصرين بتصاور السوشيال ميديا. وحده ما تقول لي بانني لا ما كنشوفش ما كندخلش ما محاصره بوالو، لا كتدخلي دونك عندك تليفون، دونك كتسمعيني دابا راه كتدخلي للسوشيال ميديا، كتشوفي بزاف ديال الحوايج، كتشوفي دور مختلفين، كتشوفي حيت كلشي ولا كيتبارطاجا. هذا هو المؤسف، انه كلشي ولا كيتبارطاجا، حتى بيوت النعاس ولاو كيتبارطاجاو، تقولي كيفاش نظمت بيت النعاس ديالها، كيفاش الكوزينه ديالها، كيفاش هذا كيفاش هذا. وشفنا داركم هذيك السيده غادا تصور او غتبارطاجي معاك نهار غتكون ربيله، بيان سور ما غتبارطاجيش، باغا توريك الحاجه زوينه، لا راه حتى داك السيده راه كتعيش هادشي اللي كنعيشوه حنايا. ولكن راه كتحط لك فيديو في السيمانه او فيديو في 6 سيمانات، نهار اللي كدير كل ما في جهدها وكتوجدوا للتصوير، هذاك راه استوديو. خصنا ناخذوا نديروا هذه الفكره في بالنا، هذاك اللي كنشوفوا استوديوهات ماشي منازل حقيقيه. المنازل الحقيقيه هي اللي ما وراء الكاميرا، وهذا الشيء كيعطينا واحد الاحساس، للاسف احساس بلي الا ما وصلناش لهذا المستوى راه حنا امهات ناقصه. ولكن كيف ما قلت هذوك الصور مدروسه، ماشي هي ديال الواقع ديال الامومه الحقيقي اللي عامر بالروينه، عامر بالصداع، عامر حياتنا العاديه اللي كنعيشوها كاملين. هذا الضغط اللي كنحسو به نتيجه اننا باغيين نكونوا بحال هذوك الناس، بيان سور ما كنقدوش، لانه الدار فيها حركه، ماشي اي حاجه جمعتيها راه غتبقى في بلاصتها، ماشي اي حاجه قديتيها غتبقى في بلاصتها. دونك كاينين الناس، كاينين وليدات كيتحركوا كيلعبوا، حاجه ما غتبقى مقاده. هذا الشيء كيخلينا اننا نحسوا بالاحتراق، وما يسمى بالبيرن اوت، الاحتراق النفسي. وما ادراك ما الاحتراق النفسي؟ ماشي شي حاجه اللي سهله بالمره. كنحسوا باننا حنا كاشخاص ما كافيينش، يعني ديك كنحسوا براسنا بان نهار ما كيكفيناش، 24 ساعه ما كتكفيناش، خصنا يزيدونا في النهار باش نقدروا نكونوا منتجين اكثر. ولكن راه هذا وهم. ودابا جا الوقت فين نرجعوا ريوسنا ونفهموا شكون هي الام الحقيقيه، الام الوارده بصح. جا الوقت باش تكون السعاده والراحه ديالك هي الاولى. عادي جدا تكون الدار مرونه، عادي الدراري يغوتوا ويديروا البساله يعيشوا الطفوله ديالهم، عادي يجيونا ايام نحسوا براسنا غاديين غير بالتفاح. حنا بشر، حنا ناس من لحم ودم، بشر بني ادم. هكذا حنايا ما عندناش شي قوه خارقه نقدر ندير بها كاع داكشي اللي بغينا، ما يمكنش. ولكن خصنا نحاولوا نكونوا فقط سعيدات. خاصك تكوني سعيده. ولادك راه ما محتاجينش الام مثاليه، ولكن محتاجين الام سعيده. ام فاش كيهضر معاها ما كتنهارهمش، ما كتقمعهمش، كتقوليهش غير سكت، كتقوليهش غير جلس، لا. ام اللي كتقبل الهضره ديال ولدها بصدر رحب،
الأم السعيدة، السعادة ديالك كتنتشر، إلا كنتي سعيدة غيكون بيت سعيد، إلا كنتي مقلقة مستريسة الستريس والقلق ديالك غيعادي كلشي. جيت نبارطاجي معاكم التجربة الشخصية ديالي، لأنني ما جيتش كنهضر على هاد الشيء إلا وأنني دايزة منه، حيت كيف ما كنقولوا حنايا سل مجرب لا تسال طبيب. أنا بحال جيتكم من المستقبل باش نقول لكم تحاولوا تكونوا سعيدات، حيت هذا هو المهم، لأن هاد الخطوة بدلت لي حياتي. أولا وليت كنركز غير على الحوايج اللي كيفرحوني، كندير واحد عين ميكا على أي حاجة ممكن أنها تستريسيني تعصبني تقلقني. مع العلم أنني من قبل كنت إنسانة سريعة الاشتعال، إنسانة سريعة الغضب، ولكن جبتها غير في صحتي، جبتها غير في راسي. حاليا وليت كنركز غير على الحوايج اللي كيفرحوني، نلعب مع بنتي، نضحك معاها من قلبي، نقرا شي كتاب كيعجبني، نخرج نتمشى بوحدي، ولو ان هذه الخطوه حاليا ما كنديرهاش بزاف، ولكن كنصحكم بها لانني ولو كنديرها مره في شحال كنحس واحد الجوده في الحياه. ما عرفتش كيفاش نشرحها، وانما كنحس بواحد الاحساس ثاني، لانه كتخرجي كتمشي انت مهزاش تليفون، كتمنظري كتشوفي العالم الحقيقي، العالم الواقعي اللي بلا زواق. بزاف ديال الاحاسيس كيتبدلوا فينا لداخل، كنعاودو نفكروا في بزاف ديال الحوايج وحنا بعيدين على الشاشات، كنقدو نتاخدو قرارات المهمه وحنا كنتمشاو. هادشي وقع لي شحال من مره. من المهم انكم تخلوا على الحوايج اللي ماشي ضروريه، العلاقات المجانيه، العرادات المجانيه، اي حاجه اللي ما كترجعش علينا بشي حاجه. لانه فاش كنقولوا العلاقات المجانيه يعني واحد العلاقات اللي ما كيعطيونا حتى شي حاجه. العطاء ماشي دائما كيكون مادي، وانما العطاء المعنوي اهم. كاين علاقات اللي كيكون عندنا مع ناس، سواء صديقات سواء من العائله سواء، ولكن فاش كنجلسوا معاهم كنحسوا بالراحه على الاقل، كيعطيونا واحد الايجابيه، كيدفعوا بينا للقدام وكندفعوا بهم للقدام، يكون داكشي متبادل. ولكن الا كان ديك العلاقات فيها واحد السلبيه، خصني او هاد الناس هادو الا كنت غنستقبلهم خصني يومين ولا 3 ايام انا كنوجد وخص كلشي يكون بيرفكت. حنا مزيان تكبيره، مزيان انا نكبروا بالضيف. أنا ماشي ضد التكبيرة بالضيف، أنا ضد أن داك الستريس اللي كيجينا فاش كيبغي يجي عندنا شي حد، لأنه فريمون كيرجع على الصحة ديالنا. دونك إلا كان واحد الإنسان غيتقبلني كيف ما أنا، غادي نحط ليه اللي حطيت ليه، وغادي نعيشوا واحد ساعات مزيانة مليئة بالإيجابية، مليئة بالضحك، ونبدلوا الوقت مع بعضياتنا مزيان. ولكن إلا كان العكس نجنبوا داك النوع ديال العلاقات، الله يرضى عليكم، يعني أنا هذه كنصحكم بها. فهذه من الحوايج اللي ماشي ضرورية اللي خصنا نتخلاو عليها ونتجنبوها. ونتجنبوا كذلك الهوس بالنقا. أي أم مغربية، أي زوجة مغربية عندها هوس بالنقا، تخمعل، ما تدخلش صباطك، المهم هادشي زوين، النقار ماشي عيب، ولكن الهوس هو العيب، اما النقار ماشي عيب. ما فيها باس الا كنت ما قادراش وخليت اليوم باتو، ما فيها باس الا ما قديتش ندير واحد الحاجه وخليتها لغد ليه، ماشي ضروري نكلف على راسي ندير كلشي في نهار، راه كتجي في دقه غير الموت، هي كتجي في دقه. حاجه اخرى هي انه الا بديتو صداقات جديده، لان الانسان اجتماعي بطبعه، نشوفو ناس اللي بحالنا، امهات اللي بحالنا، نتقربوا منهم. لاننا هاد النوع ديال الامهات ما كنمشيوش معاهم بالمظاهر، كنساندو بعضياتنا، كنعاودو على المشاكل ديالنا بلا زواق، وكنتعلموا من بعضياتنا.
كاينه واحد القولة كتعجبني، كتقول بأن المقارنة كتسرق السعادة، وحقيقية كنآمن بها، لأني كل ما قارنت راسي بالآخر السعادة ديالي كتختفي. السعادة هي في عدم المقارنة، نقارنو في بعضياتنا، باش كنبداو نقارنو كنساو حتى النعم اللي عندنا، كنساو بلي كل واحد فينا أو كل وحدة فينا عندها ظروفها الخاصة، قوتها الخاصة، قدرتها على التحمل الخاصة. حنا ماشي بحال بحالهم، عمرنا ما غنكونو بحال بحال، كنقولوا ما فرق ربي الريوس غير باش ترتاح. ودابا اللي غنقول لكم كبيدات، تهلاو في راسكم، تهلاو في السعادة ديالكم. إلا كنتو غتكونوا كتبحثوا على شي حاجة وتابعينها بيديكم وبرجليكم، تبعوا السعادة ديالكم. والبحث عن السعادة بالنسبة ليا ماشي أنانية، هذه ضرورة، لأنك ملي كتكوني انتي فرحانة ومرتاحة كتولي أم أحسن، زوجة أحسن، الصبر ديالك كيولي طويل، كتولي حاضرة مع ولادك وفي دارك بعقلك ماشي بالجسد ديالك فقط. وإلا كنتي انتي حاسة بهذا الضغط بغيتك تكتبي لي في التعليقات وتعاودي لينا كيفاش كتحاولي تغلبي عليه. الضغط ديال المثالية أعلى من كنهضر. ما تنساوش تشوفوا الفيديوهات الجايين، جايه لكم في هاد 2026 فيديوهات زوينه. كنتمنى انكم تدعموني وتشجعوني باش نزيد فيديوهات اكثر. خليت لكم كل سعاده.